بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله النهاردة هحلل لك محافظة المنيا. تمام، بتاريخ 20/1 لسه نازلة لطلاب امتحنوا، في اللي حابب يتأكد من الامتحان واللي حابب يذاكر الامتحان وعنده امتحان في محافظة تانية، فأهلا بيك ومرحبا معايا يا سيدي. تعالى نقطة نقطة هشرحها لك بالتفصيل الممل عشان آه تبقى فاهم الأسئلة بتيجي منين ومش مجرد بتصحح وخلاص. يمكن امتحان زي كده هو يا سيدي اللي يحببك في الرياضيات. فيلا بينا، يلا بينا. أول سؤال بيقول لي عدد أقطاب الشكل السداسي. على طول ده سؤال تراكمي. تمام، فلا إما تبقى مذاكر القانون من أيام أولى إعدادي، لا إما ترسم سداسي وترسم أقطاب. قدامك حل من الاتنين، مفيش حل تالت. بقى مستر أنا مذاكر القانون. طب القانون كان بيقول لك إيه؟ كان بيقول لك نون في نون ناقص تلاتة على الاتنين ستة. حط نون ستة، حط نون ستة. ستة ناقص تلاتة تلاتة. ستة في تلاتة 18. 18 على اتنين بيساوي 9. يبقى عدد أقطار الشكل السداسي بيساوي إيه؟ بيساوي 9. أكرر مرة كمان، عدد أقطار الشكل السداسي يا ترى إيه؟ 9 يا بيه. يلا بينا نشوف سؤال رقم 2 في المثلث القائم الزاوية المتساوي الساقين. خلي بالك، ده هنا اداك حاجتين مع بعض، قال لك قائم الزاوية وقال لك متساوي الساقين. يعني الزاوية دي 45، يكون ظل زاويته لحد يعني ظا 45 بإيه؟ ظا 45 بواحد صحيح. ظا 45 بواحد اللي هي مستر أصلا قائم الزاوية. قائم الزاوية يبقى 90 درجة. وفي نفس الوقت قال لك متساوي الساقين، فكلمة متساوي الساقين يعني ال90 اللي باقية معاك هتقسمها نصين، نص 45 ونص 45. واسمح لي أشرح بالتفصيل عشان الطالب اللي خارج بيبقى مرتبك، بيبقى نفسه يعرف هو غلط ليه. ممكن طالب يبقى متأكد من إجابة تانية يقول لا يا مستر مش عارف ايه. فأنا بحاول أتأكد له على المعلومات عشان يقتنع ويريحني وأريحه. سؤال رقم 3، ميل المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب للمحور الثاني زاوية وقياسها هاء. الميل ظل الزاوية ظا هاء. ده قانون من قوانين الميل الأساسية. الميل بيساوي إيه يا مستر؟ ليه قانونه؟ ليه قوانين كتير طبعا. أحد قوانينه على طول هو ظل الزاوية. تمام يا مستر. يلا بينا نشوف سؤال رقم 4. بيقول لي هنا إذا كان المستقيمان ده وده متعامدين يا ترى إيه؟ طالما متعامدين إذا حاصل ضرب الميلين بسالب واحد. مرة كمان، طالما المستقيمان متعامدين إذا حاصل ضرب الميلين بسالب واحد. فيلا بينا يا سيدي نجيب الميل الأولاني ونضربه في الميل التاني ونساويهم بسالب واحد. الميل الأولاني هو ألف مباشرة، طب الميل التاني هو جيم مباشرة على طول، يبقى ألف في جيم بسالب واحد. فين ألف في جيم في الاختيارات؟ هو اختيار جيم. سؤال 5. سؤال 5 بيقول لي ألف باء جيم دال مربع. بتروحش تقول لي زاوية ب90، أنت تعرف زاوية مين أصلا؟ شوف هو كاتب لك زاوية إيه. أنا نفسي معرفش أجاوب السؤال دلوقتي إلا لما أكمله. تمام، شوف هو طلب منك زاوية إيه. أجيم ألف باء. أدي جيم ألف باء. لا يا مصر، ده الزاوية دي ضلع مع قطر، يبقى بتنصف في 90، يبقى 45 درجة. 45 درجة. سؤال 6. إذا كان س وصاد قياس زاويتين متتمتين يعني الاتنين بيساوي 90 درجة، يا ترى الجاب يساوي ايه؟ الجاب يساوي الجتا بكل سهولة. طالما الاتنين ب90 درجة فالجا بيساوي الجتا. ادي يا سيدي الجا س، اروح اقول له بيساوي جتا، بس جتا مين؟ جتا الصاد بكل تأكيد. جا س بيساوي جتا الصاد. يلا بينا نشوف اللي بعده. سؤال 7 بيقول لي إذا كان 2 جا س بيساوي ظا 60. حلو جدا. هيسين كده زاوية حد، ترى س بيساوي إيه؟ واحدة واحدة ما تشوف ظا س بكام. ظا س دي بجذر 3، وفي 2 هنا مش عارف شايفها ولا لأ. هتقسم، هتشيلها خالص وتقسم عليها. يبقى الجا دلوقتي بجذر 3 على 2. جا مين اللي بجذر 3 على 2؟ جا 60. عشان كده 30 بنص بعد عنها، وجا 45 واحد على جذر 2 بعد عنها. يبقى جا إيه؟ جا 60 بجذر 3 على 2.
يلا بينا نشوف اللي بعده يا سيدي. سؤال 8. إذا كان الجيم منتصف الإتباع فإن أحداث نقطة الجيم يا ترى هي إيه؟ نجمع نقسم على الاتنين، القانون سهل جدا، أسهل قانون في حياتك. نجمع نقسم على الاتنين. تعال نجمع 5 و7 12، نص ال12 6. طيب -3 وسالب 5 -8، نص -8 -4، يبقى 6 مع -4. دي كانت أول صفحتين معانا، تمام. فيلا بينا نكمل الاختبار مع بعض ونشوف الصفحة التانية فيه. ثانية واحدة يا أبطال، أوقف بس الفيديو لحد ما يجيب الصفحة التانية وبعد كده نكمل. بسم الله نكمل وما بدأناه على بركة الله. فيلا بينا نشوف الامتحان يا سيدي. جبت لك الجزء التاني، هعمل لك دلوقتي شير لي. تمام. أدي الجزء التاني من اختبار محافظة المنيا. فيلا بينا نكمل مع بعض. ألف باء ج مثلث قائم في باء. فترسم لي يا سيدي ألف باء ج قائم في باء. بيقول لك ألف ج هنحط عندها 5، وباء ج هنحط عندها 3. السؤال ده مشهور حتى جه النهاردة برضه في محافظة البحيرة. فأنت على طول تلقائيا ده 3 ده 5، تحط هنا 4. يا ترى جاء ألف، الجاء ألف بيساوي المقابل 3 على الوتر، 3 على 5. 3 على 5 بكل سهولة. وندخل للمجموعة التانية ونقول بسم الله بدون استخدام الآلة الحاسبة. اثبت الكلام ده. أنا دلوقتي في سؤال رقم 10. طالما فيها إثبات يبقى فيها الطرف الأيمن، وراح أقول له زيك يا أيمن، عامل إيه يا أيمن. بيقول لي يا مستر أنا الطرف الأيمن جا تربيع 30. هكتب جا وأبدأ أفتكر جا 30 اللي هي بنص، والتربيع حط تربيع يبقى 5 في ربع اللي هي بيساوي 5/4. وبعد كده أروح أجيب الطرف الأيسر، لازم طبعا يطلع ب5/4، لو مطلعش كده يبقى أنا حل مش سليم. هكتب 9، الجاتا 60 بنص، ولكن تربيعها يبقى ربع. الظاهر 45 بواحد، والتربيع هنا ملوش لازمة عشان الواحد في واحد بواحد. يبقى 9/4 ناقص الواحد ده ممكن تفكه ال4/4. ماشي. يعني لو معاك رغيف حواوشي تقدر تجزاه ل4 أجزاء، فاسمه 4/4. لا تكون حافظها مش فاهمها. 9 - 4 5، المقام نفس المقام. ده الطرف الأيمن بيساوي الطرف الأيسر، وراح أقول له الطرفان متساويان وهو المطلوب إثباته على مهلك وخطوة خطوة. يلا بينا سؤال 11. بيقول لي اثبت المثلث الذي رؤوسه قائم الزاوية. والله يا سيدي عشان نثبت المثلث قائم الزاوية الأفضل ممكن تشتغل بالبعد وممكن تشتغل بالميل. بلاش أقول لك هنا الأفضل. ليه؟ عشان هو محددلكش هو قائم في إيه بالظبط. فلو هتشتغل بالميل هتجيب ميل ألف باء. تعال نجيب مع بعض 4 زائد 2. تمام. بتطرح، و1 زائد 1 برضو بتطرح، هو ده الطرح على فكرة. 4 و2 6، 1 1 2 يديك 3. هتجيب ميل الباء جيم. ويفضل ألف باء كده تعمل الخطوط مستقيمة عندها. الباء جيم برضو هتطرح، -3 زائد 2 هو ده الطرح. و2 زائد 1. وقانون الميل فرق الصادات على فرق السينات. -3 و2 -1 و2 1 3. انت مش ملاحظ حاجة في ميل ألف باء اللي أنا لسه جايبه لك فوق وميل باء جيم اللي تحت، إن 3 لما تيجي تضربها في -تلت هيديك -1. ده معناه إيه؟ معناه إن ألف باء عمود على الباء جيم. إذا المثلث ألف باء جيم قائم في باء. هو بيقول لك اثبت المثلث قائم، ده قائم وحددت لك هنا زاوية كمان قائم. طب يا مستر أنا اشتغلت بالبعد يا جميل، صح يا دكتور صح، اطمن. ينفع تثبته بالبعد وينفع تثبته بالميل، اطمن يا سيدي. سؤال رقم 12 بيقول لي أوجد معادلة المستقيم المر بالنقطة ويوازي المستقيم ده. والله دي في طريقة سهلة، بس لما أجي أشرحها الطلاب مش واخدين عليها، تمام. فأنا هستبعد الطريقة السهلة وأشرح بالطريقة التقليدية العادية اللي أنت عارفها. الميل هو سالب معامل السين على معامل الصاد. بما إن المستقيم الأول بيوازي التاني، يبقى الميل اللي أنا محتاجه، الميل المطلوب، هو برضه نفس الميل اللي فوق برضه بسالب نص. إذا المعادلة هي الصاد بتساوي الميل في السين زائد الجيم. كيف نأتي بالجيم؟ ننادى عليها فتجيلنا، أو نعوض بالنقطة دي اللي هي 3 وسالب 5. يبقى أروح أقول له بالتعويض ب3 وسالب 5. أشيل الصاد وهحط -5، وأشيل السين أحط 3، يبقى -نص في 3 زائد الجيم.
سالب 3/2 دي هتروح هناك بموجب 3/2. 3/2 أهي يا سيدي، ناقص 5/2 دي ممكن تكتبها 10/2. يبقى 3 - 10 -7 يبقى هو ده الجيم. يبقى الجيم بإيه؟ بسالب 7/2. هقول له إذا المعادلة في الصورة النهائية هي ص بتساوي سالب نص س زائد الجيم. مش هكتب بقى جيم، هكتب القيمة اللي أنا جبتها في النهاية دي، اللي هي سالب 7/2. سالب 7/2. واحد يقول لي مثلا أنا كتبتها كده، أقول له خلاص خدت الدرجة. واحد يقول لي أنا شيكت المسألة وضربتها في 2، أقول له صح مفيش أي مشكلة. -س - 7. تمام تمام، يعني الحل ده صح والحل ده صح، دول معادلتين هم متكافئتين، يعني المعادلة الأولى نفس المعادلة التانية. يلا بينا يا سيدي سؤال 13. بيقول لي ألف باء ج مثلث قائم في باء. هروح أرسم ألف باء ج قائم في باء. بيقول لي ألف ج ب13 وباء ج ب12. طول ألف باء يا ترى بكام؟ والله باستخدام نظرية فيثاغورس. يبقى ألف باء بتساوي جذر ربع 13 ربع 12 ونطرحهم. وده مثلث مشهور جدا، يعني لو أنت طالب بتذاكر فورد عليك 70 80 مرة. تمام، اللي هو 5 12 13. يبقى ألف باء بيساوي 5. أوجد قيمة 1 زائد ظ تربيع ج. هكتب الواحد هو الظا ج مع أبطال بيساوي المقابل اللي هو 5 على المجاور اللي هو 12، اللي هو 25/144. تعالى نجمعها مع بعض. بيساوي 169/144. وممكن تستخدم الآلة براحتك. نقول له سؤال رقم 13 باي باي وندخل على سؤال 14. بيقول لي سؤال 14 إذا كان المستقيم المار بالنقطتين عمود على المستقيم أوجد قيمة الكاف. هروح أقول له بما إن المستقيم الأول عمود على التاني، إذا الميل الأول في الميل التاني هيديني -1. طب الميل الأول يا مستر فين هو؟ تعال نجيبه مع بعض. 7 - 3 4، -1 - 9 -10. ده الميل اللي هو فرق الصادات على فرق السينات. طب الميل التاني يا مستر؟ الميل التاني سالب معامل السين على معامل الصاد. السالب يروح مع السالب، حلو جدا. الكاف دي هتتضرب في الواحد. واحد ده ملوش لازمة محايد ضربي، يبقى الناتج 4 على -10. طب ممكن نختصرها طبعا، تجيب نص الأربعة وتجيب نص ال10 والسالب ده تحطه في أي مكان. يبقى الكاف بيساوي -2 على 5. باقي لنا سؤالين، آخر سؤالين. سؤال 15. رغم إن هو امتحان بسيط إلا إن أنا حاسس إنه طويل، مش عارف ليه والله، مش عارف يعني، ممكن عشان قفلنا الفيديو وفتحنا تاني ممكن. لكن أنا بقول اللي أنا بحس بيه صراحة يعني، رغم إن الكل بيقول سهل جدا. هو سهل بس يعني حاسس إن هو طويل، مش عارف زي ما صرحت كده. أوجد معادلة المستقيم المر بالنقطة ويصنع من الاتجاه الموجب لمحور سين زاوية قياسها 45. والله المعادلة هو الصاد بتساوي الميل في السين زائد الجيم. دي المعادلة. معادلة مستقيم مر بالنقطة ويصنع زاوية. الزاوية دي يا سيدي وليكن هاء يعني. يبقى هجيب من خلالها الميل، وهو الميل ظل زاوية، يبقى ظل 45 بواحد. يبقى الصاد بتساوي س زائد الجيم. طب ازاي نأتي بالجيم؟ قلت لك ننادي عليها، يعني نعوض بالنقطة دي بيها اللي هي 3 و2. شيل الصاد حط 2، هشيل السين وأحط المسقط الأولاني. ما هو دايما السين هو المسقط الأولاني. التلاتة تيجينا بسالب 3، 2 - 3 -1. إذا المعادلة هي الصاد بتساوي السين ناقص الواحد اللي أنت لسه جايبه دلوقتي حالا. نيجي لآخر سؤال في الامتحان اللي مش راضي يخلص ده. اثبت إن النقط ألف وباء وجيم تقع على دايرة مركزها ميم. هتضطر تجيب لي ألف ميم وباء ميم وجيم ميم. تعال نجيب ألف ميم مع بعض. ألف ميم 3 - 1 4 كل تربيع، -1 - 2 اللي هو -3 تربيع، اللي هو ممكن نكتب 9 على طول. 9 و16 25 جذرها 5، أو أعملها بالآلة على مهلك. يلا بينا نجيب باء ميم. والله عارف أنت ممكن تكتبه يعني ده الخطوة دي تكتبها هنا وتكتبها هنا وتحسب لك صح. بس أنا هعتبر يا سيدي إنك حلل بالتفصيل، يعني إنك بتخاف حبتين وحلل بالتفصيل. هجيب لك الباء ميم دلوقتي، اللي هو -4 زائد 1 -3 لكل تربيع.
وستة ناقص اتنين أربعة لكل تربيع، هيديك برضو خمسة. هنجيب دلوقتي الجيم ميم. الجيم ميم، اتنين وواحد تلاتة تربيع، وسالب اتنين وسالب اتنين سالب أربعة كل تربيع برضه يديك خمسة. قلت لك ممكن تكتب اللي فوق تكررهم عشان هما لازم يديك خمسة. خمسة خمسة. أقول له طالما ألف ميم هي الباء ميم هي الجيم ميم، إذا ده معناه إن ألف وباء وجيم تقع على دايرة مركزها ميم. عايزين نحط الدايرة. نحط الدايرة، حد يفكرنا بالقوانين يا أطفال كده. اتنين باي نق، اتنين باي أهو. النق بإيه يا مستر؟ النق بخمسة. يعني مش عاجباك الخمسة دي ولا الخمسة دي ولا الخمسة دي، ها؟ يبقى اتنين في خمسة بعشرة في باي. يبقى عشرة في تلاتة وأربعتاشر. لا ممكن تكتبها تحرك العلامة جهة اليمين مرة واحدة، يبقى واحد وتلاتين وأربعة وحدة طول. ما كان من خطأ فهو مني ومن نفسي من الشيطان، ما كان من توفيق فمن الله عز وجل. بهذا القدر نكتفي، نشوفكم إن شاء الله في اختبار جديد، في فيديو جديد. لو عندك أي استفسار اتفضل اكتبولي في الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.